هلو يا أصحاب، مسلسلنا النهاردة قوي بعنوان جبروت امرأة. ولا تقولي غادة عبد الرازق ولا نادية الجندي في البطنية. ست قوية ب100 راجل اتخدعت وفكرت انها داخلة عش الزوجية وهتعيش في تبات ونبات وتجيب صبيان وبنات، وما توقعتش انها دخلت حفرة عميقة مليانة اسرار وحكايات. فتعالوا نشوف حكايتها، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بتبدأ حكايتنا بأوضة ضلمة باردة، مفيش حاجة تتسمع فيها غير صوت أنفاس بطلتنا اللي صحيت فجأة مصدومة وخايفة وبردانة. أنا فين؟ إيه اللي حصل؟ أنا صاحية ولا ده حلم؟ فبتحاول تتحرك لكنها مربوطة بسلاسل في إيديها ورجليها، مش شايفة أي حاجة. بس في شباك قدامها، أول ما قربت منه اتفاجئت. الشباك ده مش شباك عادي، دي مراية باتجاه واحد. هي شايفة كل حاجة بس اللي بره مش شايفها. ولما قربت أكتر شافت جوزها قاعد في أوضة نومهم ماسك صورتها وبيعيط وقلبه مكسور. ازاي سبتيني بعد كل اللي كان بينا؟ جالك قلب تهربي يوم فرحنا؟ فجينا عيطت وصرخت بتحاول تخليه يسمعها. يا روحي أنا محبوسة هنا، أنا ما جيتش هنا بإرادتي، اسمعني أنا هنا، خرجني واحتويني بين إيديك. بس ما بيردش عليها، الصوت مش واصله. زي ما بيقولوا اللي بعيد عن العين بعيد عن السمع حتى وإن كان جوه القلب. فجوزها فضل يعمل اتصالاته وهو حزين ان مراته هربت وسابته بعد فرحهم بساعتين، وكلم مامتها سألها اذا مراته رجعت البيت ولا لا، وعرف انها ما رجعتش فهيتجنن خلاص. وهي واقفة ورا المراية لسه بتنادي عليه وهو مش سامعها ولا شايفها. فأدركت انها في أوضة بعيدة جدا، فمسك صورتها وهو سكران وفضل يعيط لأنها سابته، وهي بتعيط وبترد على كلامه بأنها ما سابتهوش، هي مش عارفة ايه اللي جابها هنا أصلا، وبتحاول تخليه يسمعها. فخبطت في الكرسي وصوتت ونادت عليه بس مفيش فايدة. وفجأة وش هان اتغير، بطل يعيط وابتسم ابتسامة تقشعر لها البدن. طلع دفتر الجواز وابتدى يتكلم لوحده بصوته الخبيث وابتسامته الشيطانية. الحمد لله اننا كتبنا الكتاب قبل ما تختفي، دلوقتي كل حاجة بقت بتاعتي، بيتها فلوسها حتى اسمها. فمراته اتصدمت، جوزها اتجنن ولا ايه؟ لا مستحيل، ده مش جوزي اللي عرفته، ده شيطان على هيئة حبيبي. بعدها قعد يشرب ويسكر فرحان لانه هياخد كل املاكها وهي منهارة على الاخر. وفجأة الباب بيخبط، فجينا استغربت مين اللي جاي في الوقت ده، وكانت شياو صاحبتها واكتر واحدة بتسندها في حياتها، بس باين عليها سكرانة ومبلولة من المطر وحالتها حالة. فشلها ودخلها اوضة نومهم واعتنى بيها كأنه راجل حنين قلبه دافي، ومراته بتبص على جوزها وهو بيهتم بواحدة غيرها. ولما فاقت قال لها ادخلي خدي شاور دافي هتهدي وهتبقي كويسة. وشياو دخلت الحمام، استحمت ولبست قميص النوم بتاع جينا وحاولت تجري جوزها اللي كان سرحان ودايب بجمالها، لكنه سابها وخرج بسرعة قبل ما يتهور. فشيا وقفت قدام المراية وبكل وقاحة حطت من الروج بتاع جينا وبصت لها بنظرة خبيثة. جوزك هيبقى بتاعي وانت هتتفرجي وبس. فجينا اتعصبت وعيطت اكتر، انت ازاي تعملي فيا كده؟ ده انت كنتي اختي. فالحربوقة صرخت بصوت عالي جدا وهان طلع لها بسرعة فاترمت بأحضانه بحجة انه في صرصار في الأوضة وهي عندها فوبيا. ده انتي اللي صرصارة وحشرة، وانها خبطت رجليها غصب عنها. فهان حاول يهديها ويحط لها مرهم ويقاوم الإغراء ده، بس في الآخر قرب منها وحضنها لكنها صدته وقامت بسرعة وقفت قدام المراية ورشت من البرفيوم بتاع صاحبتها. البرفيوم ده بتاع جينا، أنا عارفة إنه المفضل عندك. فالواطي خلاص بيدوب والريحة زادتها عليه، كنت بحبه على جسمها بس دلوقتي حبيته أكتر عليكي. وجينا منهارة ومصدومة، منظرها يقطع القلب. حطوا نفسكم مكانها، كنت هتعملوا ايه؟ فضلت تصوت علشان تخليهم يبعدوا عن بعض بس مفيش فايدة. ليه بتعملوا فيا كده؟ لا عايزيني اشوف خيانتكم وقسوتكم؟ انا ما اذيتش حد فيكم. وفجأة الباب بيخبط تاني، ولما نزل اتصدم بوجود حماته اللي هي ام جينا. فهان حاول يشغلها علشان ما يخليهاش تشوف الحقيقة. وبعد ما مشيت رجع للحربوقة تاني اللي برغم كل الإغراء ده بتحاول تصده وتخليه يبعد عنها. فسألته هو انت هتفضل معايا لو مراتك رجعت؟ فاتعصب لأنها كل شوية تصده وتتكلم عن مراته اللي ما صدق خلص منها. ما قلتلك إنها مش راجعة، حتى لو أهلها دفعوا مليار فدية مش هترجع. وبصلها بقرف وقال لها انت واحدة مملة
وطردها من الأوضة. من كتر ما الواطي ما بيحبش غير نفسه افتكر ان الدنيا هتلف في ايده زي الخاتم، بس نسي ان اللي بيزرع غدر لازم يجي يوم ويحصد غدر. شياو كانت غبية انها شاركت في الخطة دي من الاول، بس اذكى بكتير من انها تسيب واحد واطي زي هان يتحكم بيها. ولما فهمت انه مش بيحبها ولا هيحب غير الفلوس والمناصب، قالتها لنفسها أنا اللي غلطانة إني سلمت قلبي لواحد زيك، بس مش هغلط تاني. فقررت تخرب كل حاجة. وفي اليوم التاني دخلت الأوضة السرية وشافت جينا فاقدة الوعي. قربت منها بسرعة وحاولت تفوقها وهي مرعوبة لأن جينا قطع النفس، وفتحت كل السلاسل المربوطة بيها. جينا قومي بالله عليكي. فجينا صحيت وبكل هدوء ربطت ايدين شياو بنفس الكلبشات وضحكت بكل ثقة وبرود. تعالي يا صاحبتي العزيزة نموت سوا بدل ما كنتي ناوية تموتيني لوحدي. شياو طبعا مصدومة فقالت لها أنا كنت جاية أنقذك يا جينا. تنقذيني وهلا جاية تتأكدي إنك قتلتي أحسن صاحبة ليكي. فبيبدأوا يتخانقوا كلام زي السم بيطير في الهوا والدموع بتنزل، بس القلوب مش بتصفى بسهولة. فشياو حاولت تدافع عن نفسها أنا عملت كل ده علشان أحميكي، انتي كنتي عامية بحبك ليه؟ تحميني ولا كنتي مستنية تموتيني وتسرقي جوزي وفلوسي؟ فشياو قررت تحكي لها الحقيقة كاملة. وبنرجع فلاش باك قبل الفرح بيوم. شياو كانت في نفس الأوتيل اللي بيجهزوا فيه، وسمعت الواطي بيكلم العصابة اللي هو مستلف منهم فلوس وبيقول لهم بعد الجوازة هيحول كل الأملاك باسمه ويرد لهم فلوسهم ويخلص من مراته بحادثة عربية. فقررت تروح لصاحبتها المغفلة وتنصحها توقف الجوازة دي والسفر، بس جينا مصممة ده خطيبها حبيبها وبعد كام ساعة هيبقى جوزها وقرة عينها. فشياو شافت انه مفيش فايدة فسألتها هو مش بيتك فيه أوضة سرية؟ ايوه بس مش فاكرة فين بالظبط لكن معايا تصميم البيت اهو. فصاحبتها قالت لها اللي سمعته في مكالمة هان والعصابة. فجينا قالت لها بس هو بيحبني. حبك ده هيبقى نهايتك يا جينا وانا مش هسمح بكده. فضربتها ودخلتها الأوضة السرية. وبنرجع للحاضر تاني. جينا بتسمع القصة وقلبها بيتقطع بس عقلها بدأ يفوق. الغدر وجع بس الصحوبية اللي بجد بتفوق جدا. أنا لسه مش مسامحة اللي عملتيه فيا ده، بس هديكي فرصة تانية تصححي غلطك وننتقم منه سوا. وطبعا شيا وافقت هتعمل المستحيل علشان تنقذ صاحبتها من ايدين الذئب البشري ده. فجينا افتكرت قبل سنة ازاي قرب منها وكان واضح انه بيحبها والقلوب بتطلع من عينه، وقرب منها اكتر واكتر واعترف لها بمشاعره ووقعها بغرامه لحد ما عرض عليها جواز. وبدأت تختار القاعة وشكل فستانها والورد بتاعها ومن شدة جمالها بالابيض فكرها ملاك نازلة على الارض، بس كل ده كان وهم وكذب. فحطوا ايديهم بايدين بعض وربنا يكفيك شر الست لما تحطك في دماغها. فبعتوله فيديو جينا وهي مربوطة وعاملة فيها مخطوفة وبتعيط ساعدني يا هان أنا في خطر خرجني من هنا. فهان قلبه وقع بس مش من الحب، من الخوف طبعا على الفلوس. فكلم العصابة احنا اتفقنا تخبوها مش تعذبوها. فقالوا له احنا ما خطفناش مراتك اصلا، احنا فكرناك تراجعت عن الخطأ وقلبك رق وحنت لها فمراتك ما جاتش المطار اساسا. فاتصدم ازاي طب والخطة والفلوس؟ فراح كلم مامتها وقال لها الخاطفين بعتولي فيديو لحبيبة قلبي وهي بتعيط ومتعذبة وعايزين $1,000,000. فالست قالت له انا كنت حاسة انك جبت لنا النحس، انا هبلغ البوليس. لا 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 اوعي دول ممكن ياخدوها اكتر، خلينا ندفع الفلوس ونرجعها ما تبلغيش حد. بس الحقيقة انه مش بيحب حد غير جيبه. فبوشكاش قرر يضحي فطلع شنطة الفلوس اللي كان مخبيها وراح يسدد جزء من ديونه ورجع يحتفل كأن اللي حصل ده انتصار. الرجالة اللي شبه هان كده ما يتأمن لهمش حتى على زرار القميص. بعدها الأخ هان صدق نفسه فراح للشركة وإدى رشوة للمدير علشان يقول للموظفين إن جينا سمحت لهان يدير كل حاجة. فطرد الناس وغير الإدارة ودخل الشركة زي الأسد وهو خروف. وفجأة جينا دخلت زي الملكة بكعب عالي وهدوم تشقلب القلوب وقربت منه بكل هدوء. رجع الناس مكانها وشيل ايدك من شركتي واطلع بره حالا. وهو واقف مصدوم انتي خرجتي ازاي؟ شكلك افتكرتني مت. لا يا حبيبي انا رجعت وجاية اخد حقي وبزيادة كمان. فجينا قررت تلعب اللعبة لآخرها وصاحبتها تقرب من هان مرة تانية، وكل ده وهم بيلموا أدلة عليه تسجيلات صور وفيديوهات علشان يودوه ورا الشمس. فقالت لها احنا دلوقتي ماسكينه من رقبته وقت الحساب قرب خلاص. وبنرجع للشركة تاني.
فهان بيحاول يرقع الموقف، بيرش شوية كلام معسول ويكذب كان بيحلم انه ياخد الشركة والفلوس. فقال لها يا روحي ده انا كنت بحاول اوقف الشركة على رجليها بغيابك وانقذها من الضياع. فضحكت بسخرية، تنقذها من الضياع ولا تغرقها بجشعك؟ انت اتفضحت خلاص والشركة دي مش بتاعتك، بره مكتبي يا حيوان. فطردوه بره زي الكلب، والموظفين كانوا بيصوروه وشمتانين فيه لأن محدش بيطيقه أساسا. بعدها اتفقت مع صاحبتها وقالت لها عايزاكي تقربي منه وتحتويه كأنك عشقته لحد ما نوقعه أكتر ونجيب أجله. وصاحبتها وافقت وقالت أمين، وهي قاعدة بتراقبه من مكتبها وهو بيلم حاجته وساب لها البيت ومشي. فاتصلت عليه، ايه يا أستاذ هان، انت هتهرب ولا ايه؟ مش خايف أحبسك وأخليهم يقبضوا عليك في المطار؟ فقال لها أعلى ما في خيلك اركبيه، لأنه سرق مفتاح خزنتها السرية. فضحكت عليه وقالت له إنها مش عبيطة علشان تسيب مفتاحها تحت إيده، هي بس كانت عايزة توقعه وعارفة كل ألاعيبه. فاتعصب وقال لها انت عايزة ايه بالظبط؟ فردت عليه بكل ثقة إنها مش عايزة غير إنه يرجع لها ال80 مليون اللي سرقهم بفوايدهم، وإلا هحبسك. أحب الستات القادرة القوية اللي ب100 راجل. فقال لها يا ستي ما تبقيش قاسية، احترمي علاقة الجواز المقدسة اللي بينا، كنت احترمها انت الأول يا خويا. فقفلت المكالمة في وشه، واخته قربت منه وقالت له انه الفيزا بتاعتها وقفت وما بقتش عارفة تشتري من هيرمس ولوي فيتون. فزعق لها على تبذيرها ده لان هو ما بقاش حيلته حاجة وجينا هتقعده على الحديدة، فلازم يخلوا بالهم من مصاريفهم شوية، هو مش قاعد لهم على بنك. فقالت له روح واركع وخليها تسامحك علشان نقدر نعيش. فمعدوم الكرامة راح لها وقعد قدام الشركة بباقة الورد، وأول ما شافها حاول يعتذر ويتمسكن علشان ترضى عنه وتصالحه. فافتكر لما سمع عنها من زمايله بأنها بنت غنية غنى فاحش ووارثة أكبر شركة في الصين، فقرب منها وخدعها بحبه ومشاعره علشان ياخد اللي وراها واللي قدامها. رجل العبان غلب الشيطان، وأول ما شافها قال لها سامحيني، افتكر الجواز المقدس اللي بينا وافتكري إني بحبك بجد، ابعد إيدك عن عربيتي الغالية لا تتوسخ. نزفت جبهته وهو مصمم يعتذر ويعيط ويعمل فيها الملاك البريء أبو قلب طيب قوي، لكنها بقت عارفة كل حركاته الثعبانية الخبيثة. فقررت تلعب عليه وقالت له إنها تديله فرصة تانية. فخدته البيت وهو كان متحمس إنها هترجع له. فخرجت من الحمام وقربت منه وربطت له عينيه وهو كان متحمس، دي هتقضي معاه ليلة ولا 1000 ليلة وليلة. فسحبته معاها ودخلته للأوضة السرية اللي كانت محبوسة فيها وكلبشته. كل ده وهو مفكر إنها هتقضي معاه ليلة حمراء. فبدأت تضربه وبعدها القادرة قعدت رجل على رجل وبدأت تصوره بكل هدوء وهو متعصب وبيحاول يستوعب المكان اللي هو فيه. فقال لها مش هو ده المكان اللي انت كنتي مخطوفة فيه؟ فابتسمت بكل هدوء ومشيت ناحية الستارة وسحبتها، فظهرت له المراية اللي كانت شايفة بيها كل خيانته. فبصت له ببرود، البراءة والحب اللي في عينيها اختفوا والكره خد مكانهم. فقالت له أيوة، كنت محبوسة هنا لأيام طويلة، الوحدة كانت بتاكل في روحي، بس في عز الحبس ده شفت الحقيقة، شفت أكتر واحد وثقت فيه وهو بيطعني في ظهري وبيسرقني. فقربت منه وهي بتضحك بكل سخرية وقالت له إنها تكشف حقيقته وتفضحه، ولأنه متكلبش جامد رمت المفتاح قدامه وقالت له لو جدع افتح الباب واخرج، ده لو لسه عندك ريحة رجولة. فهان بيحاول وبيتلوى وبيتعصر لحد ما قدر يخرج، وأول ما خرج بيلاقي أخته مستنية اللي قابلته بشماتة وضحك ولا كأنها عدوته. ده وش واحد اتفلق نصين ورجع لزق نفسه بتفافة، لا مؤاخذة يعني. يلا بقى روح لحبيبة قلبك شياو، يمكن تلحقلك حب في السريع وتساعدك تضحك على جينا وتسرق لنا فلوسها علشان نقدر نعيش يا أخويا العزيز، ده انتوا عيلة شياطين مش بني آدمين. وطبعا أستاذ كلب فلوس مستناش ثانية واحدة وراح لشياو عامل نفسه مكسور وتعبان، وهي استقبلته بحنية مزيفة وواحد بيضحك على التاني وهي ماشية. فهان قال لها وهو بيتمسكن وحزين جينا عرفت بعلاقتنا وربطتني وعذبتني، دي اتجننت خلاص ومحدش هيقدر يقف قصادها، وشياو عارفة كل قذراته. فمثلت عليه الصدمة. نعم هي مش كانت مخطوفة؟ ازاي عرفت بعلاقتنا يعني؟ مش فاهمة. كانت شايفانا من المراية، الست دي مجنونة، طلع في أوضة سرية في بيتنا وأنا ما كنتش أعرف بكل ده. فحضنته وحاولت تخليه يحس بالأمان معاها. ما تقلقش أنا معاك لحد آخر نفس. وفي دماغها بتقول يا روح ما بعدك روح، أنا بلعب بيك يا جربوع. بعدها أخته جات له الشقة
عايزة فلوس ودلوقتي حالا، وقال لها هقول لماما انك خايب وخنت مراتك وعايش على الحرام. طبعا هم اخوات في التبني وعايشين على النصب والخداع والحيلة. فالجربوع اتوتر، لا 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 ما تقوللهاش، هتصرف واجيب لك فلوس، لانه بيحب امه ومش عايزها تزعل منه، ده انت ابن بار ومتربي قوي. بعدها مراته بعتت له وادته ورق الاستقالة من منصبه في شركتها علشان يمضي عليه برضاه، والا هتفضحه وتنشر الصور اللي صورتها له. لكنه ما كانش موافق، فكتبت له شيك ب1,000,000 ورمته في وشه، يلا امضي بسرعة وابقى شوف مين هينقذك من بعدي. وطبعا الجربوع الجعان بيمضي على طول وخد الشيك ومشي. بعدها راح لشياو ورمى نفسه في أحضانها وهو زعلان وسكران وحزين. وطبعا هي بتمارس دورها كعشيقة كويسة ليه، وقالت له ابن عمي عنده منجم ذهب، بال1,000,000 اللي معاك هتكسب أضعاف أضعاف أضعافه. وطبعا هان بيتحمس وقلبه بيرقص من الفرحة أول ما يسمع سيرة الفلوس، فقال لها ده أنا أدخل ب500,000,000، ده انت قلبك جامد أوي. قشطة، ده احنا كده تمام أوي. وفي اليوم التاني شياو المزة خدت الفلوس لجينا ورجعت لها نص حقها، وضحكوا ضحكة شيطانية وبنت ناس في نفس الوقت، لأنهم قدروا يضحكوا على الغبي ده. وادتها 100,000 وقالت لها اديله الفلوس دي وقوليله ده مكسبك من الذهب وخليه يطلقني. فشياو رجعت لهان وعملت عليه دور الزعلانة وذات الكرامة، انت بتضحك عليا، انت لسه بتحبها. وطبعا هان بغبائه المعتاد صدق دموع التماسيح دي، لا لا انا بكرهها جدا، انا بحبك انتي وبس ومصلحتي معاكي انتي، جينا مبقتش تلزمني، انا هطلقها ودلوقتي حالا لو عايزة. فالخروف عديم الشخصية قابل جينا ومضوا ورقة طلاق خلاص، وكل واحد راح لحاله. وجينا رجعت البيت وولعت بكل ذكرياتها وصورها مع هان، وقالت لنفسها وأخيرا حرقت آخر كدبة كانت هتحرقني. وفي اليوم التاني شياو خدت هان وراحوا قابلوا ابن عمها المزيف واداله خبر انه كسب 50,000,000 دولار من صفقة الذهب بتاع المنجم بتاعه. فعين هان برقت وكانت هتطلع من مكانها أول ما سمع الرقم ده أنا عمري ما شفت الفلوس دي. فالراجل قال له لو عايز تكسب أكتر ادخل بمبلغ أكبر. فهان رمى 80,000,000 كلهم اللي سرقهم من جينا، دخل السوق ودخل قبره بنفسه كمان، وادوله عقد مزيف انه بقى شريك في المنجم. فالغبي راح وسلم العقد ده للعصابة علشان يخلص من كل ديونه. وبالليل هو كان نايم مرتاح لأنه خلاص اطمن إن ديونه اتسددت. بس شياو كانت زعلانة إنها كانت مصدقة حب هان لصاحبتها جينا، ولوهلة كان هيخدعها هي كمان ويسرق قلبها. فاتصلت بجينا وهي سكرانة، سامحيني أنا كنت غبية قوي، بس مبسوطة إني ساعدتك تكسري زي ما كسر قلبك وخدعك وخدعني معاكي، ما تزعليش مني يا أختي العزيزة. بعدها هان كان هيتجنن، مفيش أرباح وصلت له من أسبوع، وابن عم شياو اختفى وشركته اختفت كمان، وهي بتحاول تقنعه إنهم قفلوا الشركة مؤقت علشان بيفتحوا فرع تاني في أوروبا. وبعد كام يوم شياو اختفت كمان، والغبي اضطر يقابل العصابة لوحده اللي راحوا دوروا على منجم الذهب والشركات اللي هو قال لهم عنها، وطلع مفيش لا منجم ولا حتى حفرة. فضربوه ضرب مبرح وسابوه مرمي زي الكلب في الشارع. وبطلتنا الفخمة وسط حديقتها الراقية حواليها أسماك ملونة وشمس ناعمة بتلمس وشها انتقمت وخدت حقها تالت ومتلت. وبعد أيام وشهور هان بقى شحات جربوع أكتر ما كان جربوع، بياكل من الزبالة واللي خانهم زمان بقوا عايشين حياتهم زي الأميرات. الشيطان شرب من نفس الكاس اللي سقاه لغيره، ومهما طال الزمن الحق بيرجع، وتفضل الست القوية دايما واقفة شامخة حتى بعد ما يتكسر قلبها. الست لما تتكسر ممكن تسكت شوية، لكن لما تقرر تقوم بتقوم جبروت. مفيش قوة على الأرض تقدر توقف واحدة حتى تحد في دماغها. ولحد هنا بينتهي مسلسلنا، دمتم بخير. كانت معكم نور، فلو عجبكم الملخص متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير، باي.